ميل عيدان بأقوى هجوم على دنيا بطمة وطليقها، لا تستحق العفو. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. لم تتأخر الإعلامية ميل عيدان في إبداء رأيها بقضية الفنانة دنيا بطمة بعد صدور حكم بسجنها عاما كاملا مع دفع غرامة مالية بسبب حساب حمزة مومبيبي، وبعدما أعادت نشر مقطع فيديو للفنانة المغربية وهي تبكي خلال بث مباشر وتناشد ملك المغرب بالعفو عنها. ردت الإعلامية الكويتية على بطمة ساخرة من الموقف وشاكرة الله على هذا الحكم، وعلقت العيدان على المقطع قائلة: الحمد لله يا الله، دعيت والله استجاب لي، دعيت الله يوريني فيك يوم ووراني، وأنا من الناس اللي نسبوا بها الأكونت بالعرض والشرف، وأنا ما سمحت لك ليوم الدين. ووجهت العيدان رسالة إلى ملك المغرب قائلة: لا تعفو عنها لأنها ليست من الناس اللي تستحق العفو. وأكملت ميل عيدان هجومها على طريق دنيا بطمة المنتج البحريني محمد الترك، فنشرت مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهدد ويتوعد بإعادة طفلتيها عبر الأنتربول مع التعليق: انت آخر واحد يحق له يتكلم، أنتما أصلا حل ولقت غطاها، وانت أصلا هيدي شغلتك، كل يوم تتزوج وأولادك تحولهم من زوجة أب إلى أخرى. يشار إلى أن دنيا بطمة تواجه عقوبة السجن لمدة عام مع غرامة مالية كبيرة بعد صدور حكم بتورطها في قضية حساب حمزة مومبيبي المخصص لفضح المشاهير، وقد خرجت عبر السوشيال ميديا للدفاع عن نفسها وإعلان براءتها. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما الجديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في موعد قريب.